العمارة كانت قديمة والكل عارف بعضه، إلا الشقة اللي في الدور الثالث اللي مقفولة بقالها سنين وصاحبها مسافر بره. الشاب كريم اللي ساكن في الدور اللي فوقها كان دايماً بيلاحظ إن نور الطرقة اللي قدام الشقة المقفولة دي بيطفي ويولع لوحده في نص الليل، والكل اللي يقوله: يا كريم يا ابني، دي كهرباء قديمة وبتهرب، كبر دماغك. بس كريم قلبه ما كانش مطمن، وفي ليلة وهو نازل السلم شاف خيط رفيع نازل من ورا عداد الكهرباء بتاع الشقة المقفولة. مد إيده يشوف الخيط ده آخره إيه، والصدمة كانت بشعة. لفت نظره مفتاح قديم مربوط في الخيط ومستخبي في مكان محدش يشوفه أبداً. كريم أخد المفتاح وجرب يفتح باب الشقة المهجورة، والباب اتفتح بمنتهى السهولة. دخل بهدوء وهو مشغل كشاف موبايله، ولما نور الصالة الدم جمد في عروقه. الشقة ما كانتش مهجورة، دي كانت مخزن سري مليان بضاعة غالية جداً ومسروقة. وفي نص الصالة أجهزة كمبيوتر شغالة وعمالة تسحب أرقام حسابات بنكية من سكان العمارة كلهم عن طريق شبكة الإنترنت المشتركة. مش بس كده، ده لمح صورة قديمة لصاحب الشقة المسافر وجنبها بطاقة مزورة بوش بواب العمارة اللي الكل فاكره غلبان. اتضح إن البواب كان معاه نسخة من المفتاح ومستغل سفر صاحب الشقة وعاملها وكر لعملياته، وكان بيراقب السكان كلهم من جوه الشقة دي. وفجأة كريم سمع صوت تكة الباب وهو بيتقفل وراه، والبواب واقف وبصته كلها شر وبيقوله: المفتاح اللي لقيته ده هو اللي هيقفل عليك الدنيا يا أستاذ كريم. كريم بذكائه كان عامل تتبع موقع وبث مباشر لصور الشقة لأخوه اللي شغال في الاسم، وفي أقل من دقائق كانت البوكسات محاصرة العمارة، والبواب وقع في شر أعماله وهو شايل اللابتوب اللي فيه أسرار الناس كلها. الفضيحة هزت العمارة، وكريم بقى البطل اللي كشف لغز الشقة المهجورة، وعرف إن المفتاح اللي مستخبي ورا العداد كان هو الباب اللي كشف الحرامي اللي عايش وسطهم بوش الملاك. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن العين اللي بتدقق هي اللي بتكشف المستور، وإن الحقيقة دايماً بتبان ولو ورا عداد كهرباء قديم.